ازاي بقى ابني البيرسونال براند بتاعتي يا احمد؟ ازاي ابني البيرسونال براند بتاعتي؟ قبل ما نبدا نبني البيرسونال براند بتاعتنا لازم أن تعرف حاجه مهمه جدا. يعني ايه براند؟ According to Martin Neumeyer, a brand is a people's gut feeling about a product or a service or a company or organization, whatever. So هو إحساس البراند، هو إحساس الناس تجاه منظمة معينة أو منتج معين لما بيسمعوا اسم المنتج ده أو يفكروا فيه. فعايزين نعمل تيست بسيط كده. عايزين نعرف انت هتفكر في ايه لما اقول مثلا شركة زي شركة ريد بول. فانت هتحس بالحماس والطاقة والانرجي وكل الكلام ده. طيب، عايزك تخش على البروفايل، انستجرام بروفايل بتاعت ريد بول. هل انت شايف اي صور لمنتجات ريد بول؟ لا، انت شايف بوستس وحاجات ريد بول عايز يوصلها، او ده البراند بتاعه، انك تعمل حاجات غريبة، انك تعمل رياضة، انك تلعب رياضة، انك تلعب اي رياضات، كان انك تعمل حاجات هبلة، تنط مثلا، مش عارف ايه. اللي متابع على الحاجات الهبلة ديت على الريلز او الكلام ده او على التيك توك او الكلام ده فهيعرف انا بتكلم في ايه. ريد بول الشانل بتاعتهم بتنزل حاجات غريبة، رياضات غريبة، مسابقات غريبة، مثلا الناس بتكستمايز حاجة معينة عشان تفوز بحاجة، اللي هو حاجات غريبة. فهو ده البراند بتاع ريد بول. هم عايزينك لما تسمع اسم ريد بول ما تفكرش بالمنتج دايركتلي، لكن فكر باللي هيجي لك لما تاخد المنتج ده، او انت هتنتمي لايه، زي ما بيقولوا يعطيك شوانح يعني. البراند مش هو اللوجو، مش هو الشعار، مش هو اي حاجة من الحاجات دي خالص. لكن البراند هو اللي جوه في الشركة ذات نفسه، قبل ما اللي الشركة بتقوله. فاهمني؟ فكل حاجة بتحصل في الشركة بتأثر على البراند. الكاستمرز، الشركاء أو الشريك أو الفاوندر عايز يبين كل حاجة ازاي. فمش الصورة الواضحة، لكن الصورة الباطنة فعلا في الشركة، اللي بدورها هتنعكس على الواجهة بتاعت الشركة. فهو ده البراند. البراند هو البراند بتاعك انت، براندك الشخصي. فانت حابب تظهر ايه، او انت هكذا يعني انت بتظهر ايه للناس. فعامل البيرسونال براند اكنه البراند الشخصي، يعني اكنه براند حقيقي فعلا، ليه هوية، ليه تارجت كاستمر، ليه تارجت اودينس. بنقول اودينس احسن عشان ما بنعملش الناس كأنها كاستمرز، لا. انت واهم حاجة برضو في بناء رحلتك او في بناء البيرسونال براند بتاعك، انك عمرك ما تسيك الفولورز. ما تبصش على قد ايه فولورز، قد ايه كذا، قد ايه كذا، قد ايه كذا. لكن بص عليهم كاودينس، مين فعلا. سواء كان عندك مثلا مليون مثلا فولورز، مين من المليون فولورز دولت ناس فعلا كاودينس ليك، كناس حابين اللي انت بتعمله، حابين المنتج اللي انت بتعمله، حابين فكرتك، اللايف ستايل اللي انت عايز تنشرها. كل الكلام ده مين اللي حابب كل الكلام ده؟ فبص على البراند او البيرسونال براند كاودينس، وعامله اكنه براند حقيقي فيزيكال على الارض. بس فازاي بقى نبدا بقى؟ قبل ما نبدا برضو لازم نعرف ثلاث حاجات مهمه جدا. اول حاجه، ايه هو احنا كنا فين، واحنا فين حاليا، وعايزين نروح فين. طيب، عايزين نشوف الباست والبريزنت والفيوتشر. الباست احنا كنا فين، يعني اسأل نفسك. الفيديو ده عبارة عن انك بتسأل نفسك اسئلة كتيرة جدا عشان تعرف نفسك، عشان البيرسونال براند ده هو البراند الشخصي. فانت لو مش عارف نفسك ازاي هتخلي الناس تعرفك؟ فاول حاجة لازم تسأل الباست. انت كنت فين او بتعمل ايه اخر 5 سنين مثلا، واكتب انا كنت بعمل ايه تفصيليا في اخر 5 سنين مثلا. فانا كنت بدرس كذا، بعمل كذا، بشتغل شغلانه كذا، كنت بتطوع في كذا، بعمل كذا، وده دوره أثر عليا في كذا وكذا وكذا، وكل الكلام ده. طيب، الحاضر، أنا فين دلوقتي؟ أنا إيه المهارات اللي عندي، أو إيه السكيلز اللي عندي، إيه الحاجة اللي أنا أقدر أعملها كشغل وأتقاضى عليها فلوس. ايه الحاجة اللي انا شاطر فيها، ايه الحاجة اللي الناس بتقول عليا لا احمد رفعت شاطر فيها مثلا. وواحدة من الوسائل مهمة جدا انك تعرف البيرسونال براند، او الناس، او انت بتفكر ازاي، او انت شاطر في ايه. ممكن تكون شاطر في حاجة، او الناس فاكرة عنك حاجة وانت فاكر حاجة تانية خالص، مش هتعرفها غير لما تسأل الناس، وهكذا. فأهم وسيلة برضو انك تسأل الناس انا مين، ايه الحاجة اللي تعوزها مني، وتكلمني. واحدة من الأسئلة الكويسة جدا اللي لقيت حد بيتكلم عليها، ايه اللي انت، لو انا وانت مثلا بتسأل صاحبك مثلا، فلو انا وانت اتكلمنا لمدة ساعة،
لو انا وانت اتكلمنا لمدة ساعة من غير اي حاجة او مش في الموضوع بتاعنا، هنتكلم في ايه من غير ملل؟ تمام، او هتكلمني في ايه؟ فاهمني؟ فده برضو واحدة من الاسئلة المهمة. فهو البيرسونال براند عبارة عن انك بتسأل اسئلة كتيرة جدا، حلو، عشان تعرف نفسك بس. طيب، ده عرفنا احنا فين. قدام بقى الفيوتشر. تمام، انت عايز تروح فين؟ ايه الاوبجيكتيف بتاعك؟ وازاي هتوصل؟ ايه هدفك؟ وازاي حاجه بنعملها الا وهي البراند ديسكفري. يعني ايه البراند ديسكفري؟ يعني احنا بنعرف نفسنا، الفيجن والميشن والبيربس، وبنعمل سوات اناليسز. بقول لك يعني حرفيا بتعامل البيرسونال براند كأنه براند حقيقي فيزيكال على ارض الواقع. فانت بتشوف البيربس بتاعك، الهدف من انت تطلع مثلا على النت. هل انت عايز تبيع حاجة معينة؟ هل انت عايز توصل رسالة معينة للناس؟ هل تخلي الناس تعيش لايف ستايل معينة؟ هل انت عايز تعمل انتي لايف ستايل معين؟ وده واحدة من اهدافي يعني في البيرسونال براند بتاعتي، ان انا اخلي الناس انتي لايف ستايل كده معين، او في كوميونتي معين كده. تاني حاجة برضو انت بتعمل حاجة اسمها البراند اوديت. بعد البراند ديسكفري، اللي هو بتعرف البيربس والفيجن والميشن، ولازم تقرا عن البراند ديسكفري ديت. فمثلا البيربس بتاعك ايه؟ الهدف بتاعك انك تتنشر او تنشر محتوى او كونتنت، او تظهر للناس نفسك على السوشيال ميديا. واحده من اهدافي ان انا اعمل كوميونتي معين آه، بهدف معين، وانتي كوميونتي تانية، او نوصل رساله لانتي كوميونتي تانية. فما علينا يعني. فده الهدف الاولاني. فالبيربس ده الهدف، الفيجن انت عايز توصل لفين، الميشن. فبتعامله بالظبط كانه براند. تمام. ده البراند ديسكفري. حاجه تانية برضو لازم تعرفها، او مصطلح مهم برضو، الا هو البراند اوديت. الاوديت هو احنا بنعمله قدام لما نعوز اللي هو نحلل ونعرف الناس كان رأيها ايه وكل الكلام ده، وازاي بقى نعدل فيه والكلام ده. ده غير الريبراندنج، دي المرحلة اللي هي ما بيني. لو اختصرنا الفيديو ده، او بنديلك ستيب ستون كده انك ازاي خلاص تبدأ في رحلة البيرسونال براند بتاعتك، فهنختصرها في 10 أسئلة، وأنا كاتبهم هنا عشان أنا مش حافظهم. وكل الأسئلة دي متاخدة من فيديو دكتور إيهاب مسلم، ألا وهو البيرسونال براند. فأنا هقول لك بس الأسئلة سريعا، بعدين هقول شوية حاجات كده بعدها وخلاص يعني. فأول حاجة how people are seeing you، إزاي الناس شايفاك. تاني حاجة what you want people to call you with، انت عايز الناس تقول عليك ايه، وده اللي احنا قلنا في الأول. الهدف من الفيديو ده انك انت اللي تحدد الناس تقول عليك ايه، وده انت هتكتبه على كل الأسئلة دي عشان تعرف نفسك كويس فتعرف تظهرها. طيب، تالت سؤال، ألا مين التارجت كاستمر بتوعك، او زي ما قلنا التارجت اودينس، تعامل معاهم كأنهم اودينس. ازاي هتتواصل معاهم؟ ايه السوشيال ميديا بتاعتك او السوشيال ميديا بلاتفورم اللي انت هتكلمهم عليها. خامس حاجة، ازاي هتوصل رسالتك؟ هل هي informative، هل هي educational، هل هي entertaining؟ هل انت توصل رسالتك كمعلوماتية كهتقولها وكده، او بطريقة تدريسية educational، او بطريقة entertaining ضحكهم كترفيه او هكذا. سادس حاجة، خلي المحتوى persuasive. وهتخليه persuasive ازاي؟ عن طريق الستوري تيلينج. فانت هتشوف مثلا هتعمل ستوري تيلينج ازاي. اهم حاجة الستوري. الناس بت ادكتد للستوري، انك تقول لهم ستوري حقيقية مثلا. ف ده برضو واحدة من المهارات الكويسة جدا الناعمة، او السوفت سكيلز اللي انت لازم تتعلمها قدام. ازاي تقول قصتك، او ازاي تقول اي قصة كانت بطريقة مشوقة، وهكذا. سابع حاجة ألا وهو الاتراكتيف كونتنت. أنا دخلت الاتنين في بعض. البرسويسيف أنت بتشتغل على المنطق والعاطفة والشخص المتحدث. الاتراكتيف كونتنت ألا هو الستوري تيلينج اللي احنا قلناه. طيب، تامن نقطة هو قال عليها واحنا قلنا عليها، اللي هو بي اوثنتيك، خليك أصلي، مش don't be fake whatsoever. عندنا البالانس بين الكوانتيتي والكواليتي. يعني انا قعدت في الفيديو ده شويه اكتر عقبال لما جمعت داتا كامله او فيديوهات كتير. فالكواليتي بتاع الفيديو ده على ما اعتقد كبيره بالنسبه للمجهود اللي اتحط. بس الكوانتيتي ما بقالي 12 يوم ما نزلتش فيديو او هكذا يعني. لو في حد يعني لو في حد منتظر فقشطه يعني. حبيبي. عندنا البيشنس والبرزيستنس و ايه complete self. اه ماشي، البيشنس والبرزيستنس وكمبليت سيلف ديفلوبمنت.
فالصبر والبريزيستنس كل الكلام الحلو ده. طيب واحدة من النقط المهمة جدا، هل أتخصص في حاجة معينة ولا هقول كله؟ زي ما قلت لك، أنا في ناس بتقول إنك تاخد نيش معين، أو في ناس بتقول لا عادي كذا حاجة، قول كذا حاجة عادي. بس أنا مع الحتة اللي هي التانية دي، قول كذا حاجة عادي. ليه؟ عشان أنت بتظهر نفسك كشخص. وهل أنت شخص، هل أنت محاصر كأنك مثلا دكتور؟ هل انت محاصر كأنك مهندس بس؟ لا، انت شوية حاجات كتير. انت شخص بتلعب رياضة، انت شخص بتحب كذا وبتحب كذا وبتحب كذا، فعايز تظهر كل ده للناس. فبس في ستيك، يعني اختار اللي انت عايزه، واختار انت عايز توصل كذا وكذا وكذا وكذا. فدلوقتي انت عندك سكيل، دلوقتي انت عرفت نفسك، انت عندك المهارة او الحاجة اللي انت عايز تظهرها للناس. عايز تظهرها ازاي؟ دي طريقتك. وبرضو عايز تظهرها ازاي دي، لازم أن تكونسوم كونتنت كواليتي كونتنت. يا ريت يعني، معلش يعني حبيب قلبي، كونسوم كواليتي كونتنت بليز، دو نوت ستيك وذ ريلز وتيك توكس والهطل ده كله. فبس انا شايف اللي بيطلع على التيك توك او اللي بيروح للتيك توك الاول هو شخص عايز شهرة ومش عايز على اليوتيوب برضو يعني. ماشي، براحتك. I'm not judgmental. تمام، فبراحتك يعني. تمام. فانت عرفت دلوقتي ازاي هتظهره، عن طريق ازاي هتظهره فهتكونسوم كواليتي كونتنت. خلاص عرفت هتظهر ايه بقى، الا وهي مثلا مهارة او السكيل عندك. فانت الفيديو ايديتنج مثلا، نختار مثال، هنستيك مع المثال ده، الفيديو ايديتنج. فانت عايز تظهر للناس اللي انت بتعرف تعمل فيديو ايديتنج كويس. انت عرفت هتنزل ايه نوعية الفيديوهات اللي انت هتنزلها، ايه نوعية الرسالة اللي انت حابب توصلها في نهاية كل فيديو. وعلى اساسه بنعمل الستوري بورد. ايه هي الستوري بورد؟ صدقني انت مش محتاج، انا بقول الكلام ده لنفسي، خلي بالك، عشان انا ماليش في المونتاج، ماليش في التصوير، ماليش في الستوري بورد، ولا ليا في الكلام ده. فلسه بجرب يعني معاكم، عشان كده بحب اللونج فورم كونتنت عن طريق وعن اكتر بحب اللونج فورم كونتنت اكتر من الشورت فورم كونتنت زي الريلز والكلام ده. عشان اولا هو بيكون اوثنتك، وفي ناس يعني بتتعب فيه كتير قوي، سواء بتعب فيه تصوير ومونتاج وكل الكلام ده والكلام ده كله. هتقوم عامل اول فيديو مثلا، فيديو الف، الرساله اللي انا هوصلها. بتقوم عامل حاجه او شغال على حاجه اسمها الستوري بورد. ايه هي الستوري بورد؟ الستوري بورد هي بلوكس كده وتحتها تكست. وفي ناس بتشرح برضو الستوري بورد، خش شوف على اليوتيوب هاو تو ستوري بورد، اعمل اي حاجه يعني، فابحث ازاي. فبعد ما الستوري بورد عبارة عن بلوكات شورت لقطات شوتس كده، اكنك زي المخرج بالظبط. فانت بتخرج لقطاتك ازاي الفيديو ده هتعرضه للناس. ف بتكون رسم كروكي كده، على قد برضو رسم كل شخص، رسم كروكي للانجل والزاوية بتاع الشوت بتاع الفيديو بتاعك. وهتتكلم في ايه هنا، هتكتب ايه هنا، او سواء بتعمل فويس اوفر هتتكلم في ايه هنا في الفويس اوفر، هنا كذا. فعشان وقت التصوير او وقت الفيلم ما تضيعش وقت انك ايه رايك في الزاويه دي، لا ايه رايك في الزاويه دي، لا انت عارف في الستوري بورد بتاعتك انت هتعمل كذا وكذا وكذا. وبس موفقين ان شاء الله. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو، استنوني ان شاء الله. احتمال انزل اول فيديو في عيد ميلادي، بس يعني مش هتفرق والله يعني. يوم ما اخلص ان شاء الله آم، هبدأ انشر. ف على انستجرام بقى. فاللي برضو اللي مش عامل لي فولو اعمل لي فولو. لو الفيديو ده عجبك، لايك شير كومنت سبسكرايب. انا مش عارف لو عايزنا نبدأ مع بعض في الستوري بورد او الستوري او البيرسونال براندنج يعني، وتنشر فيديوهات وكده سواء ايا كان، ونشجع بعض والكلام ده كله والحلو ده كله. فيلا بينا يا باشا. سيب لي كومنت، وان شاء الله زي ما قلنا فوق هنعمل ديسكورد او واتساب شانل، اي حاجة يعني، اي حاجة. ف بس سلام. انيا let it rip.